بما ان موسم اكتر فاكهه بحبها في حياتي المانجا بدأ، تعالوا بقى اقول لكم على احلى 3 سموزي هتعملوهم في حياتكم. استخدمت خلاط سكاني 2 في 1، خلاط ومطحنه توابل سعه 2 لتر، ده غير ان هو 1700 واط وخامه جسم الخلاط استانلس. الشفشق من الاكليريك المقاوم للكسر وضمان سنه ضد اي عيوب في الصناعه، والتوصيل مجاني لحد باب البيت، وخدوا بالكم كمان عليه خصم 30% الفتره دي. اول حاجه نجهز التلج بتاعنا. بعد كده اول سموزي عندي حطيت كوبايه من المانجا، كوبايه من الفراوله، وكوبايه من التلج، ونص كوبايه من الميه الساقعه، واروح ضربهم في خلاط سكاني. عجبني قوي في خلاط سكاني ان هو قوي، يعني مش اي خلاط بيضرب معاكم التلج بسهوله كده. عايزاكم برضو تاخدوا بالكم اي سموزي في اي وقت بتعملوه لازم تكون الفواكه بتاعتكم مجمده في الفريزر من مش قادره اوصف لكم ميكس الفراوله مع المانجا عامل ازاي يا جماعه، لازم بجد تجربوه. تاني سموزي بقى بحط كوبايه من عصير البرتقال الفريش، وكوبايه من المانجا، ونص كوبايه من الجزر المبشور، وكوبايه من التلج، ونص كوبايه من الميه الساقعه، وبرده السكر حسب الرغبه، ونضربها في خلاط سكاني. هو 15 سرعه على فكره يا جماعه، وانا كنت شغاله على اول سرعه. انتم متخيلين هو خلاط قوي ازاي؟ السموزي ده برده متاكده ان هو من العصاير اللي هتكون عندكم كل يوم في البيت من جماله، بجد يا جماعه مش طبيعي. ندخل على ثالث سموزي. كوبايه من التوت، كوبايه من الفراوله، كوبايه من التلج، ونص كوبايه من الميه والسكر حسب الرغبه، ونضرب برده في خلاط سكاني. السموزي ده بالذات بقى تحديدا ما بحبش اضربه للاخر قوي، عشان بحب احس بمزازه كده. لا 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 لا، ايه الحلاوه دي؟ يلا استنى رايكم واسئلتكم في الكومنتس، والحقوا بسرعه خصم 30